احنا عايزين نركز هنا على جزئية الغش. اولا في الدعاية وفي التسويق وفي الاعلان بنلاقي ناس كتير بتقعد تجمل في البضاعة بتاعتها وفي الحاجة بتاعتها، ولما بنطلبها بنلاقيها جاية غير المواصفات اللي احنا اتكلمنا فيه، وممكن زي ما حضرتك بتقول بيداري المساوئ بتاعتها، ولما اطلبها الاقي فيها عيوب، الاقي فيها مشاكل، في مماطلة بعد كده بقى علشان ترجع لي. هنا بقى الفلوس ديت مع انها تجارة وحلال، ببيع منتج حلال، بس هنا طريقة بيعه بقى بتندرج تحت ان الفلوس دخلت في بند الحرام، ان بقى زيه زي اللي بيبيع مثلا مخدرات او اللي بيسرق وهكذا. ايوه طبعا، لانه نتج عن غش، والغش حرام. فانت خدعتني، والخدعه دي حيله اصلا او تكهن، زي ما كان يقول برضه سيدنا ابو بكر الصديق ان ده تكهن. اصل البيع كان حلال في البدايه، انا طلبت منك شيء بيع حلال، لكن تدخله في الموضوع او تلاعب الشيطان به هو اللي حرم الموضوع. زي اللي بيحلف والله. انا شفت فيديو كان من فتره كده انتشر، اللي هو كان بيشتري الطماطم ده، فبيشتري الطماطم، طبعا بيديه للراجل اللي هو صاحب البيع، فينزله ويطلع الكيس اللي هو الطماطم الوحش ده. أيوة. فانا ما اشتريتش كده، انا اشتريت شيء حرام. انا لما جيت اطلب منك طلبت منك الطماطم الكويسه، مظبوط، بس انت لما بعت لي الطماطم السيئه اللي هي فاسده. هنا خلاص انت ده في غش بقى في التعامل، ده حرام بقى. النبي راح حذر التجار في المشوار ده لما قال يعني ان التجار فجاره. ده مرة دخل السوق كده فنادى فقال يا معشر التجار، فراح التجار اللي في السوق كلهم رفعوا رأسهم كده، رفعوا أعناقهم، اللي بينادي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار. قال إن التجار فجارة إلا من بر وصدق، اللي هو الإنسان الصادق والبار اللي هو الخائف من ربه سبحانه وتعالى، ده اللي هو حينجو يوم القيامة. يبقى هنا اللي بيغش في البضاعة بتاعته او ما بيقولش على مساوئ البضاعة بتاعته، ده تعتبر الفلوس بتاعته حرام، زيه زي اللي اكل الربا، زي اللي سارق طبعا، زي اللي بيبيع مخدرات طبعا. طيب هنا في حاجة بقى يا شيخ، مثلا انا ممكن اكون ببيع البضاعة ديت سعرها قليل، فاعتمد على ان الشخص عارف ان هي سعرها قليل عن السوق، فممكن يكون متوقع ان هي ممكن تكون الجودة بتاعتها قليلة، فيبقى هو بيشتغل على هذا المنطلق. مثلا حد بيبيع ترنجات، الترنج مثلا عامل 150 جنيه في حين ان اقل ترنج عامل 600-700 جنيه، فطبيعي اللي هيطلب الترنج ابو 150 جنيه وعارف ان في ترنج اصلا هو عامل 600 جنيه او سعر الترنج كويس 600 جنيه، فمن المحتمل يكون عارف ان المنتج دوت يكون اصلا جودته ضعيفه، فهو يشتغل او يعتمد على هذا المبدأ. مش لازم بقى يقول والله ده المنتج دوت جودته قليلة جدا عشان سعره، فكده ممكن يوقف حاله. فهل هنا برضو يندرج تحت مبدأ الغش ان هو ما ذكرش المساوئ او ان المنتج دوت جودته ضعيفة او الامور ديت كلها، واعتمد على ان العميل يبقى عارف دوت عن السعر؟ هو المسألة في البيع والشراء قائمة على الخيار وقائمة على الإجابة والقبول. يعني أنا بعتك مثلا الشيء ده، الملابس دي مثلا، بس أنا قلت لك دي ب150، أنت قلت لي خلاص أنا خدتها، هنا ده البيع ما فيهوش أي مشكلة. إنما لو سألتك هل في عيب أنت بيعه رخيص ليه؟ لا ده والله ده ممتاز، فحلف لي والله، هنا خدعني بقى، هنا في الحرمة. إنما أنا في الأول لا، أنا لا سألته ولا هو قال لي، أنا خلاص أنا ليا رؤية فأنا وافقت على السعر ده. خاصة زي ما حضرتك بتقول إنه هو أنا عارف إن في أنواع غالية، والغالي ده اللي هي الماركات العالية، وده الرديء، فأنا عارف ظروفي، فهنا ما أقدرش أقول حرام لا. تمام. فده طيب هنا في حاجة تانية كنت حضرتك ذكرتها لي واحنا بنتكلم قبل البودكاست، قلت لي ان انت طلبت فراخ من براند معين ولقيته جايب في وسط الفراخ ديت اجنحة وحاجات هي اصلا لا تمس صلة بالعرض اللي هو بيقوله. طيب ما هنا برضو نفس المنطلق، هو قال لي على منتج وليه سعر، انا ما سالتوش وهو ما قاليش ان من ضمن الفراخ ديت فيها اجنحه مش دبابيس، وانا ما سالتوش هل هي كلها دبابيس ولا لا. طب هنا بقى الموقف زي دوت، لان في كتير من المواقف ديت بتحصل، حضرتك تفضلت وقلت انا ما سالتش وهو ما قالش، فهل هنا برضو بيندرج تحت الغش؟ هو انت كده هتخلي الناس تعرف ان انا باكل فراخ، دي هتبقى مشكله كبيره اللي بيشوفنا يعني. بس هو لا، انا لما طلبت شيء معين كده، لا هو هنا طالما ما فيش سؤال وما فيش اجابه خلاص كده ما اقدرش اقول حرام لا. انما هو القصه فين ان انا اختار شيء معين، زي مثلا اختار ماركه معينه، اخترت نظاره معينه،
فانا اخترتها للاسم بتاعها، فجاب لي اسم مزيف، يعني اسم تقليد اصلا. هنا انت خدعتني، انت عارف ان انا طالب الاسم ده، انا طالب الشيء ده عشان خاطر اسمه. وده اللي بتحصل، دي المشكله ده الخداع وده الغش. هنا في حرمه انا هتقع على التاجر. في ناس وليكن احنا في البيت عندنا زوجتي ممكن تطلب فراخ ويجي لها الفراخ تلاقي مثلا معظم الفراخ ديت مليانه ميه. ايوه. طب هو هنا يقول لك ما انا بغسلها، لكن انت بتغسلها وبتحط ميه كتير علشان تعمل مع الوزن. طيب هنا ايه المنطلق دوت او الموقف دوت برضو يندرج تحت الغش؟ طبعا ده اساس الغش بقى، وخاصه وضع الماء. زي ما انا حضرتك ذكرت القصه بتاعت سيدنا النبي اللي هو وضع ماء على الطعام، وزي قصه سيدنا عمر بتاعت اللبن في الماء دي. أيوة. نفس القصه، انت بتبيع لي لبن، انا طلبت منك لبن، انت حطيت لي ميه في اللبن، مع ان وضع اللبن في الماء مش حرام. أيوة. لكن انك انت تبيع لي لبن في ماء، ده الحرام. انا طلبت منك لبن وخلطته لي، هبص كده انا الشكل من بره ده لبن. ما هو سيدنا عمر لما ده هو في فتره سيدنا عمر، معلش هرجع، نادى في الاسواق الا تخلطوا اللبن بالماء بس، وشدد على الموضوع ده لانه الفتره دي انتشرت، بيجي في غش. فتدخل ولي الامر اللي هو سيدنا عمر ابن الخطاب، قال حتى مر على الخيمه، القصه المشهوره دي، فسمع المراه تأمر بنتها ان هي تقول هل لا وضعت الماء على اللبن؟ قالت ألم تعرفي يا أماه أن عمر بن الخطاب قد نهى عن وضع الماء في اللبن؟ قالت إن عمر لا يرانا. قالت إن كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا. فبكى سيدنا عمر بن الخطاب، رجع للبيت فجمع أولاده. قال لما جمع أولاده قال إن لكم فتاة عندي أريد أن أزوجكم إياها، في بنت كده عاوز أزوجكم إياها. فقام سيدنا عبد الله قال أنا متزوج، وقام الثاني قال أنا متزوج. سيدنا عمر قال لو كان لي حاجة في النساء لتزوجت هذه البنت. فقام سيدنا عاصم ابن سيدنا عمر بن الخطاب قال أنا غير متزوج يا أبي. قال فجاب هذه البنت، يعني أتى بها فزوجه. ده عشان بس ضميرها تزوجت بنت أمير المؤمنين. وهي هنا لا كانت تعرف ولا كانت شايفة ولا كانت أي حاجة، ولا عارفة إيه اللي بيحصل من وراء الكواليس. هي الفكرة بس إن أنا نفسي يبقى من جواي عندي مبدأ وضمير إن أنا أمشي بما يرضي الله، وإن أنا أبقى عارف إن ربنا هو الرقيب عليا. ساعتها هنا بقى بيتفتح لي فرص كتير جدا، مش شرط إن أنا أقعد أتصنع علشان أجذب الفرصة. هو إيه الثمرة بتاعت الموضوع ده أصلا؟ أيوة. إن البنت دي أنجبت سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. ما شاء الله. فشوف أنت البركة كلها بركة الصدق في البيع والشراء في التجارة. ما شاء الله. يعني ابنها وزوجها كان ابن أمير المؤمنين، وابنها بعد كده بقى أمير خامس الخلفاء الراشدين اللي احنا بنحكي عنه. ما هو زي ما قال سيدنا النبي، يعني حذر من التجار فجارا. في الناحية الثانية قال التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والصالحين. بس انت اصدق في تجارتك، خليك صادق شوية.